السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. بشكركم جدا جدا على سؤالكم عليا، ربنا يخليكم ليا يا رب. ودايما كده، دايما كده عند حسن ظنكم، دايما كده احنا اخوات وحبايب. ومش عايزه اقول لكم والله، كل ما اشوف تعليق حد فيكم او اعرف ان في حد سأل عليا، والله العظيم ما تعرفوش يعني تأثير سؤالكم دوت عليا كان عامل ازاي، خصوصا في الفترة اللي انا كنت بمر بيها دي. ربنا يخليكم ليا ويديمكم يا رب نعمة في حياتي. بشكركم جدا 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 من هنا للسنة الجاية، والله العظيم، وده كمان يبقى قليل عليكم جدا. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. اخباركم ايه؟ والله عايزه اتكلم معاكم كتير، والله كان نفسي اعمل لكم لايف كده، بس ايه يعني، قدام شويه كده باذن الله نعمل لايف مع بعض ونقعد نتكلم مع بعض كده ونحكي مع بعض زي ايه، زي ما احنا كنا متعودين. آم، هعمل النهارده معاكم زي ما انتم شايفين كده روتين في المطبخ وفي التنظيف كده سريع في الصاله، وهنعمل مع بعض حاجه حلوه كده للعشاء، حاجه خفيفه كده تنفع الفطار، تنفع العشاء، تنفع تتقدم ضيافه. حاجه حلوه قوي، بس هتبقى في نهايه الفيديو. عايزه اقول لكم والله الفتره اللي فاتت دي انا كنت تعبانه شويه، يعني سبب غيابي عنكم ان انا كنت تعبانه شويه. والتعب كان مأثر عليا وعلى نفسيتي جامد جدا، يعني مش عايزه اقول لكم، انا مش عايزه اديكم طاقه سلبيه والله العظيم، بس انا لازم ابرر لكم طبعا سبب غيابي عنكم قد ايه. لان انا طبعا قعدت شهر تقريبا ما نزلتش حاجه على القناه خالص، وكنت مختفيه خالص، يعني كنت مختفيه خالص، حتى يعني على يعني على مثلا على الفيس، على الانستجرام كنت بظهر ب... يعني خفيف خالص، يعني ما كنتش مثلا منتظمة ولا كنت بفتح طول الوقت، لاني بصراحة كنت تعبانة جدا. وكانت نفسي مقفولة ان انا اعمل اي حاجة. الحمد لله رب العالمين، مرحلة وعدت، الحمد لله رب العالمين، بقى بخيرها بشرها يعني الحمد لله رب العالمين عدت على خير. عايزه اقول لكم ان سبب الغياب هو التعب. انا كنت تعبانه، كنت انتوا عارفين طبعا كنت باخد ادويه بتاعت سكر وكده، وطبعا انتوا عارفين السكر ساعات بيأثر على الاعصاب والكلام ده كله، لان انا طبعا اكتشفت ان عندي سكر متاخر، واكتشفت يعني كان تعبني شويه. فكنت ماشيه كويس ومنتظمه طول ما انا في مصر. لما جيت هنا ورحت للدكتور، فانا قال لي ايه، في انواع كده بتتاخد عشان التهابات الاعصاب، وعشان موضوع السكر ينتظم وكده. فكان في ادويه ما ينفعش ان هي تتاخد مع بعض عشان ما تاثرش على المعده. لكن طبعا دكتور ما نبهش عليا على الموضوع ده، وانا طبعا ما بعرفش، هو بيقول لي ده بيتاخد مثلا مش عارفه مرتين في اليوم، ما قاليش ان ده ما ينفعش يتاخد مع ده. انا طبعا يعني كنت باخد وقت طويل جدا، قعدت اخد الادويه دي مع بعضها، اثرت طبعا على معدتي. جيت في وقت كده فجاه بدون اي مقدمات حسيت ان معدتي بتوجعني، ومش طايقه اكل ولا شرب، حتى يعني شرب الميه كان بيتعب معدتي. مكنتش قادره اعمل اي حاجه خالص، لدرجه ان انا كنت يعني عايزه اقول لكم عندي حالة قرفة من المية، من الأكل، من الشرب، من أي حاجة. قعدت وقت طويل على الحال ده، وأنا طبعا باخد الأدوية بس. وبعدين لما لقيت نفسي تعبت جدا رحت رايحة لدكتور تاني. راح الدكتور راح قال لي انتي بتاخدي ادويه ايه؟ قلت له انا باخد كذا وكذا. راح قال لي لا، بس الادويه دي ما ينفعش تتاخد مع بعضها، انتي ازاي تاخديها؟ انتي كده تهلكي معدتك، وده اساسا ما ينفعش اصلا يتاخدوا دول، النوعين دول ما ينفعش يتاخدوا مع بعض ابدا، يأذوا المعده. فطبعا انا طبعا اتضايقت جدا طبعا، لان انا يعني موضوع السكر ده اكتشفته، يعني انا كان عندي سكر حمل لما خلفت دارين بنتي، اكتشفت ان كان عندي سكر حمل في الشهر الثامن. وبعدين دكتوره قالت لي لا، ده بمجرد بعد الولاده خلاص عرض السكر ده هيروح وكده، فما اكدتش علينا تابع سكر بعد الولاده. فعايزه اقول لكم ان هو ايه، طبعا ما راحش وفضل معايا، وانا ما اعرفش وما اتعالجتش وما تابعتش. اكتشفت بالصدفه ان في التحاليل اللي كانت بتتعمل، جينا في فتره كده في مصر قال لك لازم تعملي تحليل سكر، ولازم مش عارفه يبقى معاكي شهاده مش عارفه فيها مش عارفه، المهم يعني انا قلت إيه انا ما عنديش كده كده سكر، بس اكتشفت ان كان عندي سكر، وكان عندي عالي، يعني كان 380
لما عملت التحليل دوت. ف... فعايزه اقول لكم ان موضوع السكر دوت وتعب لي طبعا نتيجه ان هو كان عندي عالي وانا مش بتعالج منه. قعدت سنه ونص يعني على بال ما اكتشفت. وطبعا انتوا عارفين سنه ونص من غير ادويه سكر عملت ايه. فانا زعلانه ان ده كان سبب من اسباب. يعني انا تعبت كده بسبب ان خطأ طبيب او او ان سهو من الدكتور ان هي تقولي مثلا ايه لا تابعي سكر بعد كده عشان ممكن يكون في استعدادات ومش عارفه ايه، عشان انا على الاقل اخد بالي في الاكل، اخد بالي اتابع، اروح لدكتور اتابع الموضوع. فالمره دي برضو نفس الخطأ هو برضو بسبب دكتور. يعني انا مش عارفه اعمل ايه والله. انا حظي وحش جدا في الموضوع ده ان انا يعني في الحالتين كان بسبب الدكتور، مش اهمال مني والله ولا اي حاجه من دي. بس الحمد لله رب العالمين. المهم يعني تعبت بقى طبعا وقطعت الاكل. الدكتور طبعا قال لي ممنوعه طبعا من تاكلي تشربي سوائل كتير، تخلي بالك من اكلك يبقى مسلوق، بعيد عن المسبكات، بعيد عن الحادق الحامي الحاجات ديت. حاولي على قد ما تقدري. يعني الكلام ده من شهر انا ماشيه لسه على كلام الدكتور. مش قادره طبعا منع عني الشاي والقهوه، لسه يا دوبك بادئه من يومين بس اشرب حبه شاي كده صغيرين. فعايزه اقول لكم يعني في حاجات كتير قوي اتمنعت منها الحمد لله رب العالمين، طبعا نتيجه ان انا نفسي انا ماليش في موضوع الخضار المسلوق والحاجات السوتيه والكلام ده كله. بس طبعا يعني هي صحيه اكيد ولازم الواحد يتعود عليها، لكن انا بصراحه مش صاحبتهم قوي. فده اثر عليا بصراحه مش هكذب عليكم، وخلاني ما اقدرش اكل كويس. فبالتالي كل ما اقف كنت احس ان انا دايخه، مش قادره، مش موزونه، ما بشوفش كويس، طول الوقت مصدعه، مش قادره اتكلم، صوتي واضح قوي ان هو تعبان. مش قادره اقوم طبعا اعمل حاجه في البيت خالص، مش قادره اعمل حاجه للولاد. عايزه اقول لكم ولادي يعني بصوا دلوقتي نفسهم ياكلوا ماما اعمل لنا حاجه حلوه، ماما نفسنا في حاجه حلوه، ماما ارجعي لنا تاني. فالحمد لله رب العالمين لسه بادئه يعني اقوم شويه وبادئه اتعافى شويه الحمد لله والشكر لله يا رب. الحمد لله على نعم ربنا وفضله علينا، فضل ربنا دايما علينا كبير. فالحمد لله رب العالمين بقيت احسن. واول ما جت فرصه ان انا اصور لكم والله العظيم ما ترددتش. طبعا انتوا طبعا زي ما انا وحشاكوا جدا وقايلين لي كده في الكومنتات انتوا كمان وحشيني جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم مفتقداكوا والله. انا بحس ان انتوا اخواتي، ولما بصور لكم فيديو بتكلم معاكم انا بحس ان احنا يعني قريبين من بعض، اخوات. في حد بيستنيني وانا كمان بستنى تعليقاتكم وتفاعلاتكم. فعايزه اقول لكم ان الشعور متبادل والله العظيم. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم يا رب نعمه في حياتي دايما دايما دايما. وزي ما الواحد كده في غربه وبعيد عن اهله وبعيد عن اخواته، الحمد لله انا بحس ان ربنا الحمد لله رب العالمين عوضني بيكوا وبحبكم والله. ربنا يخليكم ليا يا رب. فالحمد لله انا ماشيه دلوقتي على النظام الجديد بتاع العلاج. الحمد لله. بقيس طبعا السكر باستمرار والحمد لله والشكر لله. حاسه ان معدل السكر بتاعي الحمد لله لما انتظمت على العلاج والصحه وانتظمت على الاكل، حاسه ان انا كمان صحتي الحمد لله بقت احسن. معدتي الحمد لله بدات في تحسن الحمد لله. يعني بحس بوجع كل وقت يعني على فترات متباعده، وان شاء الله باذن الله هيروح خالص باذن الله. طبعا الاكل على قد ما بقول لكم ان انا مش مرتاحه قوي للاكل المسلوق في مسلوق في مسلوق ده، ولكنه ريح معدتي جدا وبطني استريحت جدا، وحاسه ان انا الحمد لله احسن بكتير من ما كنت. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله حاسه ان انا خلاص بدات ارجع لحياتي بقى الطبيعيه تاني، وحاسه ان انا بقيت احسن. فشجعوني بقى و... واعملوا لايكات كتير كتير كتير، واكتبوا لي تعليقات حلوه علشان اقراها بقى. وبصوا يعني استمد الطاقه بقى والنشاط منكم. بس انا دايما بديكوا كده طاقه ايجابيه في الفيديوهات بتاعتي، ودايما بنقعد نتكلم مع بعض. لا انا المره دي انا حاسه ان انا محتاجه لكم اكتر بكتير بكتير ما انتم محتاجين تشوفوا الفيديوهات. محتاجه بقى اسمع كلام حلو جميل منكم وتشجيع. وعايزه بقى الفيديو ده يعني ايه، عشان انا طبعا بقالي شهر ما حطيتش اي حاجه على القناه بتاعتي وما نزلتش اي فيديو. فاكيد
الاقتراحات يعني اليوتيوب مش هيقترح الفيديو بسهولة يعني، عشان طبعا بقى لي فترة كبيرة ما نزلتش. فانا بقى ايه يعني عايزة بقى ان انتوا تعملوا بقى ايه معايا واجب. عايزاكم تعملوا معايا واجب، وتعملوا بقى لايكات وتحطوا تعليقات كده حلوة، لان كل ده بيدعم الفيديو وبيخليه يقترح. و... وان شاء الله نكون مع بعض بانتظام باذن الله. بصوا هي اول طلعه بس بتبقى صعبه، طبعا بقالي شهر، فكانت اول طلعه بس كده بتبقى صعبه ان انت تشغلي التليفون بتاعك وتصوري وترجعي تاني لحياتك الطبيعيه. دي بتبقى صعبه جدا، خصوصا لو بقالك فتره ما صورتيش. بس انا الحمد لله رب العالمين، انا طبعا راجعه لكم بكل حب والله العظيم، وكنت مشتاقه لكم جدا جدا ان احنا نبقى مع بعض وارجع لكم تاني. ربنا يخليكم كده دايما نعمه في حياتي، وما تحرمش منكم ابدا ومن سؤالكم عليا يا رب، اللهم امين. زي ما شفتوا كده، نرجع بقى للفيديو بتاعنا. زي ما شفتوا كده انا الاول شطبت المطبخ زي ما انتم شايفين كده، شطبته كده في السريع. ودلوقتي دخلت على الصاله. الصاله برضو ما كانتش مهرجله قوي، وكان في حاجات بسيطه بس هي عايزه تتظبط كده وتتعمل. فعملتها كده ومسحت. انتوا عارفين بقى خلاص الجو عندنا بدأ يسقع خالص، وطبعا في هوا. بس احنا حابين الهوا ده، حابين الفترة بتاعت السقعة اللي هي النسمات الباردة دي، احنا بنحبها جدا. طبعا مفتحين الشبابيك كده زي ما انتم شايفين، مفتحين البلكونات وكده. فتحسوا ان التراب بيدخل كده على طول، يعني لازم تمسحي باستمرار كل يوم ويوم. يعني انا بمسح. الولاد يعني عندي بصراحة كانوا بيمسحوا يوم ويوم، وانا بصراحة انا معوداهم على كده. ولما بصراحة جيت بمسح كده لقيت يعني، مع ان هما لسه ماسحين، بس انا لقيت لا في تراب، يعني نتيجة ان الشبابيك والبلكونة مفتوحة وكده، فبيدخل تراب. زي ما انتوا شايفين كده. بنمسح بقى ده بالوايبس. الوايبس بصراحة بيوفر علينا حاجات كتير جدا، وبيلمع كده، ولو في بقعة ولا اي حاجة بتتشال، وبيبقى الدنيا تمام. رغيت عليكم كتير، انا عارفة انا رغيت عليكم كتير، بس انتوا عايزة اقول لكم كنتوا وحشيني جدا جدا والله العظيم. ف آم، وحشني الكلام معاكم. بصوا الصينيه دي كانت عامله ازاي، كانت مليانه تراب بقى وغبره وكده. فمسحه كده بسيطه رجعت كده جديده اهي زي ما انتوا شايفين. الترابيزه دي بقى بصراحه هي في النص كده، بحيث ان هي عائق شويه، فتلاقوها مره ناحيه السفره، ومره ناحيه الركنه من الجنب. فمش طول الوقت بتبقى في النص بصراحه. انا بصوا حاطه ازازه الميه، منين ما اروح في اي حته حاطه ازازه ميه، عشان ما انساش الميه، لان الميه مهمه جدا 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 بصراحه. يعني عايزه اقول لكم ان انا لما كلمت الدكتور وقلت له انا طول الوقت مصدعه، طول الوقت مش موزونه، بحس ان انا بقف حاسه ان هقع، اعمل ايه وكده. راح قايل لي انت اخبار الميه معاكي ايه، اشربي ميه على قد ما تقدري. الميه مهمه جدا جدا يا جماعه والله العظيم، ما تنسوش الميه ابدا. الميه فعلا روح الانسان، يعني اهتموا بيها. هتحسي ان انت لو بتصدعي طول الوقت وعندك صداع، لا، لما بتشربي ميه وبتنتظمي في شربك للميه، بتحسي ان انت بشرتك بتتحسن، شعرك بيتحسن، بتلاقي نفسك الصداع بيقل. فاهتموا بموضوع الميه على قد ما تقدروا، الله يخليكم. خلصت كده الصاله زي ما انتم شايفين. طبعا عملتها يعني كنست بقى، وبعديها مسحت. على فكره مسحت، كنت كنست الشقه بقى كلها مش الصاله بس، ومسحتها كمان بالموب كده. وكانت الدنيا رايقه وهوا كده، بصراحه كان الجو حلو قوي. بس انا قفلت بقى عشان اشد الستاير واصور لكم ايه المنظر النهائي كده. بعد ما خلصت الصراحه، طبعا انتوا عارفين انا يعني ايه، قلت بقى خلاص بما ان الجو كده هادي ورايق، اعملي لنفسك كوبايه عصير كده، وقطعي حتتين فاكهه، واقعدي بقى كل يوم في الروقان كده والدنيا رايقه. انا بحب الجو ده جدا، بحب الجو اللي هو بيبقى هوا كده شويه وفي نسمه هوا ساقعه. بحب الجو ده قوي. وبحب بقى ايه اشرب حاجه دافيه، بس طبعا أنا عشان مش بقدر اشرب دافي قوي، فقلت اعمل لي بقى كوبايه عصير كده ساقعه. واكل واحده تفاح كده وحته خوخه كده صغيره، بس ما اكلتش من الخوخ بصراحه، حسيته تقيل شويه عليا. فاكلت حته تفاحه كده صغننه وشربت كوبايه العصير. لو وصلتي بقى لغايه هنا ولسه محطتيش اللايك، يا ريت بقى تحطي لايك وتعمليه، ما تنسيش تعملي التعليق الجميل اللي اتفقنا عليه. ماشي. بصوا بقى الجو هوا ازاي. بصوا هنا بقى هندخل مع بعض نعمل حاجه خفيفه. كان بقالي كتير قوي زي ما قلت لكم ان انا ما بعملش حاجه خالص خالص خالص. بصوا الملفيه ده حلو جدا جدا، نوع حلو قوي قوي.
تقدري تعملي منه حاجات كتير جدا، تقدري تعملي منه ضيافه لو جايلك حد سريع، يعني حاجه سريعه. طبعا أنا الفتره ديت انا جالي بقى ناس عشان كانوا بيسالوا عليا وكده، صحابي وكده كانوا بيجوا يسالوا عليا، صحابي اللي كانوا في الكورس. عايزه اقول لكم بمناسبه الكورس انا خلاص خلصت الكورس، وكان من ضمن الفترات برضو اللي عدت عليا الفتره اللي فاتت دي برضو ان انا كان عندي امتحانات وكده، والحمد لله عايزه اقول لكم الحمد لله خلصت اول مستوى ونجحت الحمد لله، جبت 85. الحمد لله رب العالمين. وطبعا كان في عز التعب، فعشان كده انا برضو يعني ايه اجتهدت على قدي، بس الحمد لله عدت على خير. و ودي من ضمن الحاجات الحلوه اللي قلت بقى اقولها لكم برضو عشان تفرحوا معايا بيها. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل دلوقتي ملفي كده. زي ما قلت لكم ان الملفي ده انا طبعا الفتره اللي فاتت ما كنتش بقدر مثلا ان انا يعني مش بقدر اعجن، مش بقدر اعمل معجنات، مش بقدر اعمل حاجه. طبعا نتيجه ان انا كنت تعبانه ومش بقدر اعمل حاجه خالص، فطبعا دي من ضمن الحاجات السريعه السهله اللي تعمليها لو انت مثلا ايه جايلك حد على غفله، مش قادره تقومي تعملي حاجه، ولادك جعانين وعايز تعملي اي حاجه سريعه كده، في نفس الوقت حاجه طعمها حلو قوي هم بيحبوها. الملفيه ده لما بيتعرض لدرجه حراره تحس ان هو بيورق كده، بيتنفخ كده وبيورق، بيبقى عامل شبه الفطير بالظبط، فبيبقى حلو جدا جدا. يعني بص هو دلوقتي محشي حلو وتحشي حلو وتحشي حادق. انا مثلا لما جالي ضيافه ولا حاجه وقسمت الواحده على 2، فردتها خالص وحطيت عليها شويه مكسرات وشويه سكر وشويه قرفه، وبرمتها كده، برمتها وقطعتها، كانت عامله كده شكل السويس رول كده، ملفوفه حوالين بعضها كده، كانت حلوه جدا وطعمها كان رهيب. وبتسقيها بعد كده بالشربات بتبقى حلوه جدا. ده نوع من انواع الايه الحاجات الحلو. اما ممكن بقى ممكن تاخدي الواحده كده تحطيها على ورقه زبده كده وتدخليها الفرن، هتتنفخ. ممكن ترشي عليها شويه من العسل الابيض، بتبقى عامله شبه الفطير بالظبط. ممكن تحشيها برضو هي كبيره كده، تفتحي الورقات بتاعتها بعد ما تدخليها الفرن 10 دقايق هتلاقيها نفخت كده وورقت. ممكن تاخدي الورقات بتاعتها تقسميها بالنص وتحطي جبنه كشار وتسيح، وتحطي مثلا سلامي، تحطي اي حاجه وترجعي تدخليها الفرن تاني تستوي، بتنفخ بقى والجبنه بتسيح وبتبقى رهيبه. انا بقى عملتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي علشان كان عشاء كده خفيف بالليل، فكنت حابه ان الساندوتشات تكون مقفوله كده زي ما انتوا شايفين، تبقى ساندوتشات صغيره مقفوله. طعمها بيبقى رائع وبتبقى بتقرمش كده ومن جوه طريه والجبنه سايحه، لكم ان تتخيلوا بقى الجمال. ماشي. طبعا انا بعد ما عملتها وقفلتها بالشوكه كده زي ما انتوا شايفين، عملت لها كام شرحتها كده من فوق، بتدي منظر جدا لما بتتنفخ كده، بتدي منظر وبتتفتح، بتبقى شكلها حلو قوي. طبعا انا حطيت بيضايه زي ما انتوا شايفين على معلقه حليب وضربتهم مع بعض وبدهن الوش بيهم. طبعا الفرن شغال على درجه حراره 180 190. انا طبعا بحط الرف الوسطاني ده علشان ما تتلسعش من تحت. انا الفرن بتاعي حامي شويه ودرجه حراره ثابته واحده، يعني مش يعني هو مظبوط على درجه واحده بس ما ب يعني ما بعرفش اوطي منه، يعني ما بعرفش اوطي منه، هو تقريبا عنده مشكله في حاجه. فانا مش بحس ان درجه الحراره بتاعته كلها واحده، يعني احب اعلي شويه ما بعرفش، احب اوطي شويه ما بعرفش. فانا بستخدم الرف اللي هو الوسطاني ده، يعني ببقى في السيف مود، يعني بحس ان انا ايه يعني كده احسن، بدل ما حاجه تشيط مني او تتلسع او الوش يتحمر بتاعها والقعر بتاعها يبقى يتحرق او يتلسع، لا ملهوش لازمه. فانا خليني بقى في الوسط كده بيبقى حلو قوي. او لو استخدمت مثلا الرف من تحت بفضل متابعه، يعني مثلا اول ما يا دوبك ياخد لون بروح مطلعه على فوق على طول، فبخلي بالي بقى من الموضوع ده. زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصت بقى عندك شويه زعتر حطي على الوش، خصوصا لما تستخدمي الجبنه، او عندك الثنائي اللي انا ما بقدرش استغنى عنه ابدا، اللي هو السمسم وحبه البركه مع بعض، ميكس كده بعمله في برطمان وبستخدمه كده، بيبقى كل المعجنات بتاعتي بعتمده في كل حاجه، بيدي ريحه وطعم وقيمه غذائيه. دخلته الفرن بصوا زي ما انتوا شايفينه مقلي بقى من فوق ومن تحت كده مية مية. زي ما انتوا شايفين بقى تشربي معاه شاي، تقدميه بقى لما ضيوف يجولك معاهم اطفال، حد من صحابك جاي، اختك مش عارف ايه، تاخديه في لانش بوكس وانتي رايحه نادي، وانتي رايحه مثلا اي مشوار معاكي، حلو قوي وجميل جدا. وده فيديو بتاعنا، اشوفكم على خير.